البنات هاو البرجر يا اختي عجبتك ورحمة الله. كنتمنى تكونوا بخير وانتم كتشوفوا هذا فيديو عبارة على فلوق لمدينة الدار البيضاء، وبالضبط غادي نساريكم في مسجد الحسن الثاني. حنا الآن في سيدي عبد الرحمن وبعد قليل سنتجه إلى صومعة الحسن الثاني. خليكم مع الفيديو. إذا حنا كنتواجدوا الآن في ساحة مسجد الحسن الثاني، هذه المعلمة التاريخية اللي كتعتبر ثالث أكبر مسجد في العالم بعد الحرمين الشريفين، كان قريب المغرب. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. صراحة مسجد عملاق، مسجد اللي كبير وكبير بزاف. المساحة ديالو هي 9 هكتارات، في قاعة صلاة وقاعة الوضوء، مساحة ومتحف ومكتبة ومدرسة قرآنية زائد حمام. المساحة ديال قاعة الصلاة هي 20,000 متر وكتهز حتى ل 25,000 مصلي، والساحة اللي برا كتهز حتى ل 80,000 مصلي. الصومعة ديالها هي ثاني أعلى بناية دينية في العالم، الارتفاع ديالها 210 متر، فيها اسانسور سريع اللي كيهز 12 واحد وكيوصل حتى لأعلى القمة ديال الصومعة في أقل من دقيقة. شوفوا هذا العلو كامل كيوصل ليه في أقل من دقيقة. والمعلومة الصادمة هي أن هذا المسجد بني فوق الماء، يعني النصف ديالو على اليابسة والنصف الآخر النصف الكبير بني فوق الماء، يعني معلومة صادمة. كيفاش داروا ليها وكيفاش تبناوه وحطوه فوق الماء ما كيهمناش، اللي كيهمنا هو أننا عندنا مسجد في المغرب زوين من أجمل المساجد في العالم، واللي كيهمنا أكثر هو أنه عندنا صناعية وحرفية وصناع يعني بارعين، وكاع السياح الأجانب فاش كيجيو لكازا هاد المدينة الجميلة أول حاجة كيديروها هي أنهم كيجيو يزوروا هاد البلاصة. واحد الجملة زوينة بزاف، فين ما درتي في الجامع كتلقاها، فين ما درتي كتلقاها مرسخة في الحيط، في القبس، في الأسقف، في الجدران، في أي بلاصة، هي كلمة الملك لله. من أجمل الكلمات ومن أجمل الأشياء اللي كاينة في هذا المسجد هذا. هنا كنصور لكم الداخل ديال المسجد، يعني من قلب مسجد الحسن الثاني. ماشي انا اللي كنت كنصور، من طبيعه الحال راجلي هو اللي كان كيصور، لانه هاد البلاصه مخصصه بالرجال. كيف ما كتشوفوا كل شيء، هادشي اللي كتشوفوا لا من القبس
من الجدران، من الخشب، من الفايونس، من الرخام اللي في الارض، كل شيء صنع مغربي. وكانوا حرفيه، وانه هاد المواد كلها باش صنعوا هذا المسجد وباش طلعوا هذا المسجد، كل هذا الشيء جاء مواد خام وتصنع داخل هذا المسجد. تخيلوا معايا انه هذا المسجد شارك في البناء ديالو 12,000 عامل ونصف، يعني 12,500 عامل، منهم 10,000 عامل، 10,000 عامل من الصناع التقليديين والحرفيين المغاربة. يعني الحرفيين والصنايعيين اللي بارعين في هذه الميادين ديالهم، يعني حرفية الكبار. الا التريات اللي كتشوفوهم اللي جاو من ايطاليا. واحد المعلومه انه هاد التصميم او الطريقه ديال البناء ديال هاد المسجد مصممه لمقاومه الزلازل، بحيث الا جا الزلزال الى قدر الله كيلقى البناء مقاوم للزلازل. هاد الصور او هاد البلاصه اللي كنصور فيها دابا هي البلاصه فين كيصليو العيالات او فين كيصليو النساء، لانه كيصليو في بلاصه بوحدها. وغير هاد البلاصه تبارك الله قداش ما شاء الله كبيره بزاف. شوفوا الزخارف اللي كاينين في الاسقف، شوفوا كل شيء روعه في هذا المسجد. كتدخلي كتحس راسك مندهش من هاد المآثر هذه. اذا انت لهنا الفيديو ديالي وصل للنهايه ديالو، كنتمنى انكم تكونوا استمتعتوا بهذا الفيديو وتساريتوا معايا وفدتكم ولو بمعلومات ولو بسيطه. نتلاقاو ان شاء الله في الفيديو الجاي. الى عجبكم الفيديو وعجبكم المحتوى ما تنساوناش من لايك للتشجيع وواحد لي كومونتير زوين واشتراك في القناه الا كنتم مازال ما انضميتوا لهذه العائله. ونخليكم ان شاء الله حتى الفيديو الماجي. الى اللقاء.